صباح الخير يا جماعة، وحشتوني جدا وعايزة اشارك معاكم حاجات كتيرة قوي. بس نبدأ على طول. لقيت يا جماعة بنت عاملة ليست كده ب25 حاجة تعملهم اكتر في 2025. عجبتني الفكرة جدا، قلت لنفسي لازم اعملها، ولسه مخلصاهم دلوقتي يا جماعة، لسه مخلصة كتابتهم. عامة انا مستوايا في التلوين والرسومات العشوائية اتحسن، ودي حاجة تحفة بالنسبة للجورنال بتاعتي عشان يبقى شكلها حلو. يا رب كل صفحاتي يكون شكلها حلو السنه دي. المهم هبدا معاكم على طول واقراهم لكم علشان لو انتم محتاجين اي افكار لحاجات تعملوها اكتر في السنه دي. اول حاجه احتفل بالعيد قوي. معرفش يا جماعه، دي اول مره في حياتي الاحظ ده، بس احنا ما بنحتفلش بالعيد الصغير والعيد الكبير قوي، او على الاقل انا ما بحتفلش قوي. يعني لما بنشوف بقى مظاهر الاحتفال مثلا بالسنه الجديده، مثلا بالسنه الجديده والحاجات دي، بحس انه ايه ده، يعني احنا ما بنحتفلش بالعيد قوي كده ليه؟ فاول حاجه هعملها في 2025 ان انا احتفل بالعيد جدا جدا جدا. متحمسه جدا رمضان يجي، اللهم بلغنا رمضان، ويجي بعد رمضان العيد، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هحتفل بيه قوي قوي قوي. تاني حاجه اقلل استهلاك المواد الحافظه. بجد يا جماعه المواد الحافظه دي حاجه سيئه جدا، بالذات لو انتوا شخص بتحبوا، لو انتوا شخص، انا بجد مش عارفه يا جماعه كلام. المهم لو انتوا اشخاص بتحبوا ان انتوا تجربوا الحاجات الحلوات الجديده، انا بجد بحب اجرب الحاجات الحلوات الجديده، بحبها جدا، بحب اشوف كل حاجه جديده. صحابي حرفيا بيقولوا لي هو ده في حاجه جديده نزلت جربتيها ولا لسه، وببقى طبعا جربتها. فالمواد الحافظه بجد صعبه جدا. الحاجتين اللي انا هسمح لنفسي ان انا استهلكهم الرايب، علشان بجد مفيد جدا للصحه بتاعه الهضم وكده، وبسكوت بيمبو اللي بالشوفان اللي معمول بسكر ستيفيا. يا جماعه بجد انا ممكن اقعد ساعتين بتكلم عن قد ايه هو حلو، فعلا حلو قوي. المهم تالت حاجه ان انا اتطوع. بيجي على فكره قدامي فرص كتير للتطوع في رساله مثلا والحاجات دي، وما بعملهاش عشان بقول لنفسي ان انا ما عنديش وقت، بس في الحقيقه ممكن اوجد له وقت. فهحاول ان انا اتطوع لما اشوف حاجه جميله اقول. ودي يا جماعه حاجه اتعلمتها بالذات من صحابي في الجامعه اللي بيتفرجوا على الفيديو ده، انا بحبكم يا جماعه. صحابي في الجامعه دول ما شاء الله ربنا يحفظهم بجد، كل ما بيشوفوا حاجه جميله بيقولوها على طول. يعني ما اظنش ان انا كنت كده غير بعد ما اتعرفت عليهم. يا جماعه بجد اي حاجه بسيطه جميله، وبيلاحظوا التغيير. يعني لو لبست لون طرحه جديد مثلا بيقولوا لي، ومش انا بس، اي شخص عامه. حتى لو واحده زميلتنا بعيده عننا برضو لو لقوها لابسه طقم جديد مثلا او حاجه يقولوا لها شكلك جميل النهارده وكده. فالحاجه دي اتعلمتها منهم، وحابه ان انا اعملها اكتر، عشان بجد حاجه جميله جدا يا جماعه. لما بنجامل حد او نقول له في حاجه جميله فيك، او احنا ملاحظين التغيير اللي فيك ده، يا جماعه الشخص ده بيبقى مبسوط قوي. فعايزه اعمل من ده اكتر، ان انا اسافر اكتر. ومش السفر بقى اللي هو السفر بقى الفظيع ده، رحلات. شوفوا يا جماعه الرحلات بتاعت مثلا حصاد البرتقال، رحلات حصاد دي بتكون موجوده كتير جدا، وبجد عمري ما روحتها، فانا عايزه اروحهم. اعمل سيلف كير داي. هو عامه يا هيكون يوم الجمعه يا هيكون يوم التلات. ليه؟ معرفش، بس يوم التلات عشان في نص الاسبوع، ويوم الجمعه عشان هو جميل. يعني انا كتبت يوم الجمعه او يوم التلات بجد ما عنديش اي سبب، بس انا محتاجه اعمل سيلف كير داي. المهم بعد كده اتمشى 10,000 خطوه في اليوم. الحاجه دي يا جماعه بقالي 10 ايام بعملهم، يعني من قبل ما السنه الجديده تيجي ب3 ايام. بقالي 10 ايام بمشي 10,000 خطوه كل يوم، فانا ملتزمه جدا الحمد لله. وبجد يا جماعه حاجه تحفه جدا، حاجه بجد تحفه جدا، انصحكم تعملوها. ان انا اصوم اكتر، مش محتاجه ان انا اشرح. ان انا اتعلم اكتر، ومش اتعلم بقى الحاجات الاكاديميه مثلا اللي هو اتعلم مثلا عن الغذاء، اتعلم عن اي حاجه، لا، عايزه اتعلم الحرف. عايزه اتعلم مثلا الرسم، اتعلم التلوين، الحاجات اللي هي كده. اتعلم يا جماعه، عارفين بيجيبوا الطين الاسواني وبيعملوا منه مثلا تري كده نحط فيه مثلا اي حاجه، فانا عايزه اتعلم الحاجات دي قوي او اجربها. ان انا اتوكل على الله اكتر. بجد يا جماعه التوكل على الله دي حاجه سبحانك يا ربي، حاجه رهيبه جدا. فحاسه ان انا محتاجه اعملها اكتر. ان انا اجتهد اكتر. انا بصنف نفسي شخص مجتهد، بس محتاجه اجتهد اكتر عشان على طول في مساحه للتحسين. ان انا اطبخ حاجات جديده. يا جماعه بعمل سيف لحاجات كتير جدا جدا ان انا اطبخها وما اطبخهاش، فمحتاجه ان اطبخ حاجات جديده. اعمل حاجات دي اي واي، اللي هو مثلا لما اجيب تيشيرت وارسم عليه، عارفين الحاجات اللي بنشوفها في 5 minutes crafts دي. حاسه ان انا محتاجه اجربهم عشان بيطلع الطاقه اللي عند الانسان. ان انا اشرب ميه كفايه طبعا يا جماعه،
يعني مش محتاجه افكركم، لازم تشربوا ميه كفايه، وانا كمان لازم اشرب ميه كفايه. اعرف عايزه اعمل ايه بعد التخرج، ودي حاجه فظيعه لان انا بجد لسه ما قررتش انا عايزه اعمل ايه. ساعات بقول لنفسي انا لازم اعمل ماجستير ودكتوراه، ساعات بقول لنفسي ماجستير ودكتوراه ايه، هضيع عمري. بجد مش عارفه هعمل ايه بعد التخرج، فمحتاجه افكر في الموضوع ده. ارتب موبايلي واي حاجه مكركبه، التليفون مليان حاجات يا جماعه، اقل حاجه في ابلكيشنز اصلا انا بطلت استخدمهم من زمان ولسه موجودين على الموبايل عشان بكسل ارتبه، فمحتاجه ارتبه. فاكرين يا جماعه لما كنت بعمل روتين صباحي ومسائي زمان جدا قبل ما الامتحانات تدوس عليا؟ انتوا عارفين ان انا ما بنزلش فيديوهات على يوتيوب عشان كل ده بمتحن. يعني اخر فيديو نزلته كان السنه اللي فاتت، هزار يعني، هو كان من شهرين بس السنه اللي فاتت. بجد يا جماعه من ساعتها وانا بمتحن. من ساعتها ولسه ما خلصتش امتحانات على فكره. بس الحاجه الحلوه ان انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوم 11/1 احلى يوم في حياتي همتحن فيه اخر كيمستري في حياتي يا جماعه، في حياتي الجامعيه. يعني معرفش بصراحه هل هتعترف في كيمستري في حياتي تاني ولا لا، بس دي حاجه رهيبه، اخر كيمستري في حياتي. مش متخيله بجد انا خدت كيمستري كام مره، انا خدتها كتير قوي. وبعدين الكيمستري دي حاجه صعبه. المهم اعمل روتين صباحي ومسائي، يعني كل ده عشان اقول لكم ان انا عايزه اعمل روتين صباحي ومسائي زي ما كنت بعمل زمان. اسمع قران اكتر، بقيت وانا بتمشى ال10,000 خطوه بتوعي بقيت بسمع قران. يعني انا في العادي كنت بسمع بودكاست مثلا او حاجه، انما يا جماعه بجد سماع القران دي حاجه جميله قوي، فحاسه ان انا عايزه اعملها اكتر. اخرج مع صحابي اكتر لان انا ما بخرجش مع صحابي خالص تقريبا غير 3 مرات في السنه. اقلل السكرين تايم من غير ابلكيشن، ودي حاجه بقى محتاجه مني تحفيز كده داخلي، ان انا ابقى عارفه اولوياتي وابقى عارفه ان انا مش المفروض امسك التليفون دلوقتي فمش همسكه دلوقتي، ومش المفروض ان انا اضيع وقتي ثمين ولازم احافظ عليه. فدي المفروض تكون حاجه نابعه مني، مش هنزل ابلكيشن بقى ايه يقفل لي التليفون. بصراحه يا جماعه انا منزله واحد اصلا بيقفل لي التليفون فعلا، بس حاسه ان الحاجه دي المفروض اعملها مني من جوايا، فاهميني؟ اطلع بره اكتر في الهواء الطلق يا جماعه، بجد عايزه على قد ما اقدر انزل. انا كنت بعمل ده زمان بس انا بجد مش عارفه حياتي حصل فيها ايه. عايزه انزل في الهوا كده واتمشى، بس ما اعملش اي حاجه غير ان انا اتمشى، وده هيساعد بقى في موضوع ان انا اخلص ال10,000 خطوه بتوعي في اليوم، فدي حاجه تحفه. ازرع ورد اكتر يا جماعه، انتوا متخيلين؟ انتوا عارفين انا زرعت ايه؟ انتوا مش متخيلين. نور صاحبتي حبيبتي ربنا يبارك في عمرها ويحفظها يا رب، جابت لي يا جماعه بصله توليب وزرعتها ونبتت، هبقى اوريها لكم، بجد جميله قوي. عايزه ازرع ورد اكتر بقى عشان دلوقتي مش عارفه ليه بس بقيت مهتمه اكتر بالزرع اللي بيقعد جوه البيت. بقالي سنه مثلا ما بعملش اي حاجه غير الزرع اللي بيقعد جوه البيت، وعندنا كده نخله، مش عارفه هي نخله ولا لا بصراحه، وبامبو والبوتس والحاجات دي. بس انا زمان كنت بزرع ورد كتير قوي قوي، كنت بحبه جدا، كان عندي كل انواع الورد، بس فمحتاجه ان انا ازرع ورد اكتر. اقول لا لو احتجت، ودي حاجه انا عندي مشكله فيها، لان انا يا جماعه بيبقى عندي خوف من ان حاجه تفوتني، فببقى بقول ايوه وخلاص، بقول يلا ايوه هدى نعمل كذا، ايوه معرفش ايه، ايوه معرفش بجد ليه، ومحتاجه ان انا اعالجه يعني، عشان ساعات كتير باجي على نفسي بقى وصحتي مش للدرجه دي يعني. بس ساعات كتير باجي على رغباتي، الحاجه اللي انا عايزه اعملها ما بعملهاش علشان قلت ايوه على حاجه انا خايفه انها تفوتني، فاهميني؟ اخر حاجه اقول الحمد لله اكتر، بجد يا جماعه الامتنان وحمد ربنا على نعمه دي يعني احلى حاجه في العالم بجد، ودي الحاجه اللي انا اتعلمتها فعلا من 2024. حاسه ان انا خرجت من السنه دي راضيه عن حياتي اكتر. في حاجات طبعا محتاجه تتحسن في حياتي كالعاده عادي، بس حاسه ان انا راضيه عن حياتي، الحاجات اللي ربنا قدرها لي في حياتي، راضيه على كل حاجه، كل حاجه عديت بيها وكل حاجه هتحصل لي انا راضيه وبحمد ربنا عليها. فحاسه انه يعني قيمه الامتنان بقت عندي اقوى بسبب السنه اللي فاتت. هل ده معناه ان انا مريت بحاجات صعبه مثلا السنه اللي فاتت؟ ولا اي حاجه، مش عارفه، بتبقى يعني ايه الهدايه من عند ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يعني انا كنت بحاول ان انا استشعر كل النعم اللي حواليا، لسه في نعم كتير مش قادره استشعرها وهي موجوده، بس يعني ربنا يهديني ليها واستشعرها واحمد ربنا عليها. بس بجد يا جماعه الامتنان ده
احسن حاجه في الدنيا. عارفين يا جماعه، بتحسوا ان انتوا تملكوا الدنيا كلها لو انتوا راضيين عن حياتكم فعلا، وراضيين عن الحاجات اللي ربنا بيقدرها لكم. انتوا تملكوا كل الدنيا، يعني بجد تملكوا الدنيا وما فيها. فسبحان الله. دول ال 25 حاجه اللي انا عايزه اعملهم اكتر في 2025. باذن الله تكون سنه جميله يا جماعه. في حد كتب لي كومنت في شورت، لو ما تعرفوش، فانا بنزل يوتيوب شورتس عشان ده المحتوى اللي انا اقدر اعمله، لان انا ببقى فعلا مشغوله كتير جدا 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 في الجامعه والامتحانات وحاجات تانية، فما بقدرش اعمل محتوى طويل زي الفيديو ده. بس بما ان انا خلاص بقالي امتحانين واخلص، فبصراحه اتحمست جدا ان انا اشارك معاكم الحاجات دي. فحد كتب لي كومنت في الشورت بتاع يوتيوب شورتس، يعني اللي انا بنزل عليها المحتوى القصير. كتب لي: هو ده فين تخطيط السنه الجديده؟ يا جماعه تخطيط السنه الجديده نزل على فكره على يوتيوب شورتس، بس انتوا انا مش متابعين. بصراحه متابعين، انا بقرا الكومنتس بتاعتكم على طول، وببقى مبسوطه جدا جدا انه الناس اللي كانت بتعملي كومنتس في الفيديوهات الطويله بتعملي كومنتس في الفيديوهات القصيره. عموما يا جماعه، ايه رايكم اوريكم الصفحات اللي انا عملتها لحد دلوقتي في الاجنده الجديده؟ الاجنده دي من تيب اوف ذا داي، رائعه يا جماعه بجد، كانت كوده خالص. انا لابسه اصلا بينك عشان ابقى شبهها. وبس يلا بقى هوريها لكم، عشان بجد عملت صفحات حلوه قوي. بصوا انا مخبيه دي عشان بس كانت حاجات شخصيه انما الحاجات دي بقى هشاركها معاكم عادي. دي حاجات ابتسمت بسببها مؤخرا. بجد يا جماعه جميله قوي، يعني الافكار فاهميني، ابقوا اعملوا افكار كده لو انتوا بتحبوا كتابه اليوميات زي. ودي تذكيرات لهدهده، حاجات افكر نفسي بيها. لو سامعين صوت المفاتيح فسوري. والحاجات دي حاجات هبطلها في 2025. دي اقتباساتي مفضله يا جماعه، اقرأوهم بجد تحسوا كده ان هو واو. دي حاجات بنوتاتي، ان شاء الله كل صفحات تكون جميله. بس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده. عارفه ان هو فيديو بسيط وصغير، بس حسيت ان انا عايزه اشارك معاكم ال 25 حاجه دول، علشان لو حابين ان انتوا تعملوا زيهم. وبس كده، يلا سلام.